نتزوج خاصني نشوف الوجه ديال اللي غادي ناخذ. شوف فهمتي لي بوزيتيف، انا نقول لك من هنا هذاك يعني انت قابله على راسك تشوهي ويشوفك العالم وتبقاي حياتك كامله. اخواتي بلاتي ما تقاطعينيش الله يخليك. على انا طلعت انا ما بغاش نتزوج بهذيك الطريقه، وحده اخرى باغا. الوغ اللي فضلات اللي بغات تتزوج بهذيك الطريقه خاصها تبين وجهها، ولا سيري تزوجي بالطريقه العاديه. ربما انت اخ حاتم كمل غير الفكره ديالك. ارجوكم سي بوزيتيف. ربما انت عندك هذا المنطلق وهذا التوجد العادي، طلعي مثلا انت توري وجهك ويبقاو يشوفوك الرجال 40. بلاتي انا ما نطلعش. انا اولا مزوجه بولادي اولا، ثانيا انا قلت لك اللي غادي تفضل تزوج بهذه الطريقه، اللي غادي تفضل وتطلع وتزوج بهذه الطريقه خاصها توري وجهها لهذا. ما يمكنش هذا الراجل غادي يتزوج بلا ما يشوفها، ولا المراه تزوج هذا الراجل بلا ما يشوفها، وهذا ما عنده حتى علاقه بالمراه المغربيه. انتم اللي كتدخلوا المراه المغربيه في اي حاجه. هذيك لا شوهات راسها بوزيتيف. شو راسها حاتم بوزيتيف نعطيك غير الفكره. حاتم انا غنقول غير هذا الوقت هذه اللي بغى يجوج، الا كان هو باغي يدير هذه القضيه تاع انه يجوج بهذه الطريقه هذه في اللايفات، صافي الى الولد والبنت تفاهموا ما يقولش لك كشف على وجهك. هو الهدف ديالو ماشي الزواج، هو الهدف ديالو غير كيلاقيهم علاقات غير شرعيه. انا عطيتكم دابا نكونوا واضحين. انا نكمل الفكره ديالو ونعطيك تكلمي. هذا الانسان هذا الا كان عنده هو الهدف ديالو انه يلاقي جوج الناس ويدير الاجر وبغى يتزوجوا، والبنت محتاجه انها تتزوج، ولات عندنا الانوثه بزاف، ولات بحسب الاحصائيات راه ولاو 6 7 للراجل، وهذه راه الا رجعنا نشوفوا العصر ديالنا راه شويه صعيب عليا ما يقولش لها كشف. وإلا كانوا هذوك الناس تفاهموا، كاين الخاص فين غيتفاهموا هذوك الناس، يقدر يشوفها بينها وبينه في الخاص. السلام عليكم خويا حليل. ويتعاطوا تليفون ويهضروا بيناتهم ويشوفها وتشوفوا ولا ترى احسن ما غيكون. تفضل الاخوان. كاين سيدي ولا ما تدخل واحد المولى؟ تفضلوا الاخوه اللي طلعوا. تفضل السيمو. السلام عليكم خويا، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. اش داك مزوجه بوليداتك اش داك اللايف؟ والفقير من حقك تهضر عليه. وبالنسبه لذوك اللي كيقول لك راه كنصيفطوا لهم فلوس من المغرب لاوروبا، راه ما يمكنش تصيفط الفلوس من المغرب لاوروبا. وشكرا خويا حليل. بارك الله على خويا، ميرسي خويا. تفضل خويا السيمو. السلام عليكم. هذه اللي قالت تعيش في اوروبا، هذه اللي قالت 50 اورو. وحدوا النقاش الاخت فاطمه، خلي الاخوان يهضروا باش نوحدوا النقاش، باش نسمعوا الاراء. خويا حليم بالنسبه للفقيه انا ماشي غادي نجي معاه ولا نجي زعما في الفكره ديالو، ولكن انا بالنسبه لي انا كما كنشوف اللايف ديالو انه كيوصل لواحد العدد هائل ديال البنادم كيتفرج ليه، راه ما كيتابعوش شي واحد ولا جوج، راه ولا عائلات كيتبعوه. بالنسبه للطريقه اللي كيتعامل معاهم راه قبل ما كيطلع بنادم عنده القسط راه كيقولها ياك، ولكن راه هذوك الناس اللي كيتفرجوا فيه ولا هذوك الناس اللي كيطلعوا معاه راه هما اللي كيزيدوا كينجحوا البرنامج، ماشي هو. واحد النقطه نسيت ما ضفتها غير على اسمح لي عافاك قطعتك. نكمل اختي هو راه كيخلص الترويج ديال اللايف ديالو باش كتجي هذيك المشاهده. لا اختي بلا شوفي ما نبقاوش نضلوا. شوفي الصراحه الله، شوفي باش نقول لك واحد الحاجه، انا ماشي ما كنتبعوش، راه كنشوف كل شيء اللايف ديالو، راه كان من البدايه حتى للنهايه. بالنسبه لهذوك الناس اللي كيدعمهم بعض الحالات كيطلعوا هي بالصدفه، بحال دابا مثلا هذيك عزيزه هذيك البيركاسا ولا هذيك راه طلعت هي بالصدفه، راه ماشي زعما طلعت طلعها زعما باش غادي يسعى بها ولا. السلام عليكم. بالنسبه للحالات كاينين بعض الحالات اللي كيدير معاهم وكيهضر معاهم، كيكون داير معاهم بروغرام نهار الجمعه باش غادي يطلعهم. انا غنتسنى حتى يسالي السيد ونتكلم. كيتعامل معاهم عادي. بالنسبه للاسود اللي كيقولوا بانه راه كيدعم هذوك الناس كيسعى بهم ولا هذه ولا هذه، راه الاسود كيجيوه بلا زعما بلا ما يطلعوا مع هذوك الناس اللي غادي يسعى بهم. هذوك الظروف الاجتماعيه مرحبا بالاسود ومرحبا زعما راه كيدعموه. شوف عنده داعمين، شوف انا راه كنعرف الداعمين ديالو اصلا، راه اصدقاء ديالنا كنعرفوهم كاملين، ماشي كنعرفوا سفيان المغربي راه كيعرفوا اي واحد، راه داعم كبير، راه كيدعموا يوميا وكيكون. عطوني غير دقيقه وغادي ننزل. بلا هذه السنه دونك زعما راه عنده داعمين ديالو، زعما ما نحتاجوش زعما غير هما. شكون المشكل فين كاين اخويا؟ المشكل هو في الانسان اللي كيتفرج فيه، الانسان اللي كيتفرج فيه والناس اللي كيطلعوا معاه هما اللي مشكل. هذا هو اللي اساس. الناس اللي فيهم المشكل هما اللي كيطلعوا معاه، كيطلعوا لي كونت ديالهم، راه زعما ماشي شي حاجه باش نكونوا واقعيين. اول مره كنطلع لايف عندك، شفت اللايف اللي داير موضوع مهم صراحه. الله غير باش نقول لك الكونسيبت ديال الفقيه، انا جو سوي كونتر.
il n'est pas le seul اللي دار هذا الكونسيبت. راه الا جيتي تدخل لايفات اللي كيكونوا في تيك توك راه عدد منهم كيديروا هذا الكونسيبت هذا، وفيهم عيالات اللي كيديروا الكونسيبت ديال الزواج وهذا. سي فغي ماشي اللي بغى يتزوج الزواج ماشي هكذا، ماشي انك تطلع وتبين راسك في هكا اون لايف وخاصني نتزوج وبغيت الراجل اللي يكون عينيه زورق ولا عينيه خضر ولا ما عرفت شنو. الانسان ما حدك طلعتي لهذاك اللايف والا انت راك بغيتي دير الشهره لراسك. هذه بعدا انا بالنسبه لي انا هكا كنشوف. انا طلعت لعندك لانه اول مره كنطلع صراحه الله الموضوع مهم، ماشي تافه ماشي هذا، ولكن غنقول لك اون جينيرال باختصار راه حنا كمستمعين راه حنا اللي كنعطيو الشهره لهذوك الناس باش كيطلعوا باش كيكونوا عندهم الداعمين باش كيديروا دي كونسيبت اللي هما سي با انتريسون. وراني سمعت السيدات شحال من وحده السيده طلعت وقالت باللي راه ديجا بدا بواحد الكونسيبت انه باغي يتزوج بفلانه وفلانه وفلانه انا با مارشي الوغ باش لقى راه ندير الزواج. وفعلا راه اللايفات نتاعو كيضربوا شحال من كا. انا كنكون غير دو باساج غير باش نقول لك جوسكا كون اون فا راه كيخلص. سمحي لي قاطعتك، راه كيخلص للترويج لللايف ديالو. راه فاش كتحلي اللايف ولا كتمشي لي بارامتر تيكتب لك التيك توك واش بغيتي المشاهدات شحال كتخلصي، كيجيو عندك الناس هو كيخلص. هذاك الشيء اللي بغيت نقول لك راه حنا اللي كنعاونوه باش كيطلعوا عنده لي فيو. راه حنا راه طونك كتطلع كتمشي واخا تسمع غير جوج كلمات راه ديجا طلعت عنده اون بيرسون. راه الا كنا ما نطلعوا ما غاديش يوصل لهذا المواصل كامل. راه سي بيان دوماج. وكيف ما قلت اخويا حليم راه العقول الضعيفه راه كيستهدف الناس اللي عقولهم خاويين. الله يكون في العوان. راه سي فري تيكونوا الناس محتاجين وكيكونوا البنات اللي باغيين باش ما كان حتى هما يتزوجوا يعرفوا الزواج شنو هو، ولكن راه ماشي بهذه الطريقه هذه. خاصنا نرجعوا. هو دابا كيتاجر بالدين ومخبي في ديك السميه ديال الفقيه باش هكا كيتعاطفوا مع الناس. ما عنده حتى علاقه بالدين. شوف راه اللي كنتسناو بركته دخل الجامع ببلغته. نو سمحوا لي. نعم الاخوان واحد النقطه اللي كان ممكن واحد الاضافه. واحد مجموعه الاخوان دخلوا هنا تعقيبا على المداخله ديالهم، جميع الاراء تحترم. يعني كيهضروا بالنسبه للدعم ولا الداعمين. حنا ماشي كونتر بان واحد السيد يدير واحد المحتوى اللي يكون مقبول وما كيبش المغاربه يكون عنده الدعم ولا هذه الله يسهل عليه. كيهمناش. حنا الموضوع ديال هذا السيد هذا هو بان كيمس بالدين ديالنا الاسلامي اولا، وكيمس يعني شنو قال الرسول صلى الله عليه وسلم واقتل من لا غيرة له. يعني وكيمس المرأة المغربية والمجتمع المغربي ككل. هذا هو الموضوع اللي خصنا نناقشوه، ماشي كونتر باش يكون عنده نقطة في لا باش تقولها الاخت باننا ما نطلعوش. هذا راه شوف دابا هذا العالم الافتراضي راه ولا اي واجب، ولكن شنو هو المهم؟ المهم هو باننا حنا كنناقشوا كنستنكروا. لهذا كنطالبوا بجمعيه المجتمع المدني، كنطالبوا بوزاره الاوقاف، يعني كنطالبوا يوضعوا حد بحال هاد المسائل هادو اللي كينتحلوا الصفه باش نقولوا فقيه راه كان قدوه ديالنا. فقيه راه يعني واحد الانسان يعني اللي كنتعلموا منه بزاف واللي كيتعلموا منه وليداتنا، ماشي نشوفوا فقيه يعني كيدير هذا الكونسيبت. راه المساجد في ايطاليا منعوه. الله يعطيك السر. واحد شكون اللي ضمن هاد الناس هادو اللي كيطلعوا معاه بانهم كملوا المسار ديالهم وتزوجوا واستقروا؟ هذه راه التجاره في البشر اولا. هذه راه كتسمى كتدخل في التجاره يعني كيحرض على واحد الامور. شكون اللي قال واحد بنت الناس يعني النيه ديالها ولا ما عندهاش يعني واحد الفكره على هذا العالم ودخلت باش تزوج تعرضت للنص؟ يعني تعرضت للنص من طرف الاخوان. شكون اللي ضمن بان هاد الناس اللي كيهضروا كلهم سيريو، كلهم كيهضروا معقولين، كلهم باغيين يتزوجوا؟ كله الزواج الانسان ملي كيبغي واحد السيده ولا سيده الزواج كيصنعوا ناصي كيقصد دارهم، كيمشي عند والديها. واش هاد البنات ولا هاد الراجل اللي ما عندهاش الاب ديالها ما عندهاش الاخ ديالها ما عندهاش منين تخطب واش تخطب من اللايف؟ الاخوان حنا كنستنكروا هاد الظاهره هادي ولا هاد الموضوع النقاش اللي كيناقش هذا. اما اللي يدعموا ولا ما يدعموش يدير واحد المحتوى ديال البسط ولا ديال الفكاهه ولا هادي ولا ما يضرش به المجتمع المغربي، حنا ماشي معك والله الا متفقه معك. السلام عليكم. بزاف من راه كاينين بزاف اللي جينا نهضروا غادي نهضروا لهم كاملين. هو غير اسمح لي حالي اخر كلمه غنقولها وغنهبط اخاي. دابا حيت درتي المداخله ديالك الناس طلعوا دابا يديروا المداخله ديالهم ونرجعوا شنو دابا غير هو اللي داير الجنابه وتربوش راه ماشي فقيه. فوالا يلا تبارك الله عليكم. شكرا. يلا تفضلي الاخت اللي طلعت. مساء النور او تحياتي لكم.
فتبارك الله عليك السي حليم. انا فعلا هذه الظاهره كتستفزني بزاف في التيك توك ديال لايفات الزواج، ماشي ديال هذا الاخ هذا ديال الفقيه، ولكن كاينين لايفات اخرين كتطلع كتسمع شي حوايج اللي كتمس اصلا بالكرامه ديال الانسان اولا، ماشي امراه او راجل، بكرامه الانسان. هذا الفقيه في واحد اللايف سمعتو طلعت وحده السين ديالها 40 ساعه قال لها انت ميمه، قال لها انت ميمه، قالت لي لا انا ماشي ميمه انا اميمه، وقلبها ليها. يعني ظاهره كتخل بالقيمه ديال الانسان. فاللي بغى الزواج فراه كنقصدوا الديور من الباب ديالها، ما كنطلوش من الشرجم. ممكن انك حتى لو كان هذا اللايف خذ النمره وسير تواصل مع السيده او انت تواصلي مع السيد ويقصد باب داركم. باب داركم عباد الله العيالات بركه من هذه المهزله. ما نشوهش راسي انا في كاست. شوف الزواج ماشي هدف في الحياه، كتبوا الله مرحبا، ما كتبوش الله مرحبا، خدمي على راسك، خدمي على مستقبلك، صوري فلوس. الزواج جا مرحبا، راه كل واحد ربي شنو كتب له في الدنيا. اللي مكتب لك ربي غتزوجي راكي غتزوجي، ما مكتبوش لك راه ما غتزوجيش. لايفات اخرين دايرين واحد الكونسيبت، تيطلع الراجل واحد باغي يتزوج كيتشرط على المراه، كيسولها واش عندك الدار، شحال كتخلصي في الماندا، شحال في عمرك، شحال في الطول ديالك. واش حنا كنتاجروا في بضاعه؟ واش ولا الانسان بضاعه للتجاره؟ واش ولينا بضاعه عباد الله؟ واش المراه ولات بضاعه يتاجر فيها اللي يسوى واللي ما يسوى؟ عيب والله العظيم. الا برافو عليك الاخ حليم. ما تنبغيش والله، يعني هاد اللايفات انا كيستفزوا التفكير ديالي،